نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها بخير ومحفوظة ومحمية في عناية رب المجد يسوع المسيح. شكرا لرب المجد انه ادانا من العمر، ونقول له يا رب شكرا انك اتيت بينا الى هذه الساعة. اجمل مشهد واجمل صورة. لو عايزين نرسم صورة حلوة لمسيحيتنا، مفيش أجمل من الأيقونة اللي تترسم النهاردة، أيقونة الحياة الجديدة. إزاي أعيش، إزاي أخدم. سؤال عايزين نسأله، إحنا بناكل ليه؟ إحنا بناكل ليه؟ بناكل علشان نعيش، صح كده؟ عايز أقول لكم إحنا بناكل عشان نموت. الأكل اللي إحنا بناكله لو سبناه بره شوية إيه اللي هيحصل له؟ بنقول للطفل الصغير حبيبي كل علشان تكبر، كل كويس علشان تكبر. واللي بيكبر بيموت، واللي بيكبر بيموت. يبقى الأكل اللي احنا بناكله أكل العالم بيقول إلى إيه؟ إلى موت. إيه حكاية الأكل؟ الله لما خلق أبونا آدم وخلق أمنا حواء فقال له من كل الشجر تاكل. قدامك في شجرتين، في شجرة اسمها شجرة الحياة، والشجرة التانية اسمها معرفة الخير والشر. اوعى تقرب ناحية شجرة ايه؟ معرفة الخير والشر. اوعى تيجي ناحيتها خالص. المهم ان الانسان برضو زيغان الانسان صعب، يقوم يختار منين؟ من اللي ربنا يقول له ما تاكلش منه، فياكل من شجرة معرفة الخير والشر، يكسر وصية ربنا. دي كانت أول مرة. تاني مرة قال له علشان تنجى من الموت، لما شعب الله كان في مصر وتحت حكم فرعون، علشان تقدر تنجى من الموت يا شعب الله، عمل له ايه؟ عمل له ايه؟ شطار ها؟ خروف. ايوه برافو عليكم. اذبح خروف اسمه خروف الفصح، يذبح الخروف ده ويتحط ايه؟ على العرضة والقائمتين علشان تنجى من الموت. وتالت مرة وهم لما خرجوا من مصر شعب الله يروحوا فين؟ في سينا، برية سينا. انت جبتنا هنا عشان تهلكنا، فعمل لهم اكل نزل من السماء وسموه ايه؟ المن. اسمه ايه؟ هو الطبيعي ما يبقاش اسمه المن، لان هم خرجوا لقوا الاكل ده نازل كده قدامهم على الارض، فالطبيعي لما يسالوا بعض، هم سموه من عشان هم ايه؟ قعدوا يسالوا بعضيهم من هذا من هذا، بس الطبيعي ما يقولوش من، يقولوا ايه؟ مين شاطر في اللغه الفرنسيه؟ يقولوا ايه؟ ايوه في بنوته صغيره قالت ما هذا، قالوا ما هذا. بس ما دي تتقال ايه؟ كلمة ما تتقال ايه؟ للمجهول.
اما من تتقال لإيه؟ للمعلوم. فكلمة من هم اتقالت منهم بدون قصد، يعني بس مش بدون قصد، يعني هم مش عارفين هم قالوا كده ليه، لكن ده كان إشارة لمين؟ لأن رب المجد يسوع المسيح لما جالنا على الأرض متجسدا قال آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. لكن كان المن هو إشارة لمين؟ أنا هو خبز الحياة النازل من السماء. طب ما المن كان نازل، أيوة، ما ده كان إشارة لمين؟ عشان كده قالوا إيه؟ من، إشارة لعاقل. في حد، في شخص موجود، في شخص هيجي هو اللي هيتقال عليه مين ده. يبقى كل الأكل اللي احنا بناكله وكل الأكل اللي كان في العهد القديم بيقول في النهاية لإيه؟ إلى موت. بيقول في النهاية إلى موت. فكان لازم يجي في واحد بس هو اللي لازم يجي، نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. هو ده الحياة، وهو الوحيد اللي في العالم كله اللي قال على نفسه ايه؟ أنا هو القيامة والحياة. أنا الحياة. مفيش أي مخلوق مهما كان رتبته قدر يقول أنا حياة، لكن ده الوحيد يسوع المسيح اللي قال ايه؟ أنا الحياة. وحتى بولس الرسول لما يجي يشهد ويقول ليه الحياة هي المسيح، يبقى الوحيد اللي يدي الحياة هو المسيح. ده كمان بيقول على الروح القدس اللي هو روح الله الروح القدس، بيقول أنا الماء الحي اللي يشرب مني مش هيعطش أبدا أبدا إلى الأبد. يعني ذلك إن أنا هعيش للأبد يا رب. أيوة، ليك حياة، بس طول ما أنت فين؟ طول ما أنت متحد بمين؟ بالحياة. هو مين الحياة؟ المسيح. طول ما أنا متحد بالمسيح يبقى أنا هفضل حي إلى الأبد. وكلمة الحياة مش معناها ان انا مش هموت جسديا، اصل كده كده الجسد ده ايه؟ هو ميت. اقول لكم على حاجة حقيقة علمية، واحنا قاعدين دلوقتي واحنا واقفين واحنا كل حاجة واحنا بنتحرك واحنا بنجري، في خلايا جوانا بتموت. حد يعرف كده؟ في خلايا جوانا بتموت وخلايا بتصحى بتتجدد من جديد. بس معنى ذلك بما ان في خلايا جوه بتموت وتفضل تموت، معنى ذلك ان ميعاد الموت ايه؟ كده كده جاي، بس الموضوع ايه؟ مؤجل فقط لا غير، مؤجل. لكن انا ليا نصيب مع المسيح. كل من هو اتحد بالمسيح ليه نصيب مع المسيح. المسيح حي ولا مش حي؟ يبقى اذن اللي اتحد بالمسيح هيبقى ايه؟ في قيامة، في قيامة تاني. بس بعد كده اللي اتحد بالمسيح يبقى ده اللي اتقال هيقوم عن اليمين. واللي ما اتحدش بالمسيح وعاش حياته في انفصال عن المسيح ده بعد الشر عن كل الناس يقوم إلى الدينونة. طب مين مستحق ان هو يتحد بالمسيح اللي هو ادانا النهارده جسد ودمه؟ مين مستحق؟ مين مستحق؟ تلاقي ابونا بيصلي في القداس بيقول ايه؟ مستحق وعادل، مستحق وعادل، مستحق وعادل. مين هو؟ مين هو اللي مستحق وعادل؟ مفيش غيره، الله. الله. طب احنا بقى هتلاقي الشماس في نهاية اخر مرض خالص تلاقي الشماس بعلو صوته في المرض بتاع امين 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 بيقول ايه بقى في الاخر؟ صلوا من اجل التناول باستحقاق. طب ما انا مش مستحق. هقول لك هنا اصل في ناس بتشتغل ابهات كهنة،
في ناس بتشتغل ابهات كهنه ازاي؟ بيدي نفسهم الحله تناول والمنع ان انا ما اتناولش، يعني انا همنع نفسي وانا ادي حل لنفسي. طب ازاي؟ مين قال انك انت تشتغل الشغلانه دي؟ اصلا انا بقالي كتير كذا، او اصلا انا مش عارف عملت كذا. مش بتاعتك دي. الاستحقاق اللي احنا بناخده يا اخواتي اسمه استحقاق نسبي، لكن الاستحقاق المطلق هو المين؟ ده ربنا بس. لكن الاستحقاق بتاعنا اسمه استحقاق ايه؟ نسبي. بمعنى ان لازم في بعض الامور اعملها علشان اخد الاستحقاق النسبي، ان انا اقدر اتقدم واتناول. ايه هو المفروض ان انا اعمله؟ قبل ما التلاميذ يتناولوا المسيح عمل ايه؟ احنا رسمنا الصورة كانت عبارة عن ايه؟ المعلم الخالق بيقعد تحت رجلين تلاميذه وبيغسل لهم رجليهم. فحتى بطرس بيقول له ايه؟ ما ينفعش يا رب انك تغسلني، مش ممكن تغسل لي رجلي. قال له لو ما غسلتش رجلك يا بطرس مالكش ايه؟ مالكش نصيب، مالكش مكان معايا. قال له لا، اذا الموضوع كده اعمل ايه بقى؟ اغسلني كلي. قال له لا يا حبيبي، انت مش محتاج للغسيل الكلي لانك خدته. ايه حكاية الغسيل الكلي والغسيل الجزئي ده؟ الغسيل الكلي ده اسمه ايه؟ ده المعمودية، هي مرة واحدة بس. انت خدت المعمودية مرة واحدة بس. لكن تغسل رجليك معناها ايه؟ الرجلين اشارة الى الاعمال. الاعمال مش كويسة فمحتاجة ايه؟ غسيل. يبقى الغسيل الرجلين معناه هنا ايه؟ التوبة. والتوبة لا يمكن تيجي، خلي بالكم بنقول غسيل رجلين. التوبة لا يمكن تيجي الا الرجلين دي فوق ولا تحت؟ ده تحت خالص. طب معنى ان واحد ينزل تحت ده بيعمل ايه كده؟ بيتضع. يبقى اول الشروط في الاستحقاق هو ايه؟ الاتضاع. علشان كده يقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، ربنا ما يكسفوش ابدا. اي انسان متضع امام الله قدام اخواته ربنا ما يكسفوش. الانسان الشاكر ده انسان متضع، او المتضع بتلاقوه انسان شاكر. انسان بيقدم غيره، زي ما قال لنا الكتاب مقدمين بعضكم بعضا، ده انسان متواضع. يبقى اول حاجة في الاستحقاق النسبي لازم اكون ايه؟ متضع، لازم اكون متواضع. هتلاقوا ده بيحصل في البيت معانا. بابا وماما هم مثال للاتضاع، والولاد ايضا مثال للاتضاع. بابا بيتضع وبيقدم تضحيات عظيمة من اجل البيت كله، وماما بتقدم تضحيات عظيمة من أجل البيت كله، والأولاد بيتضعوا تحت تعليم بابا وماما. من هنا نلاقي نفسينا في جنة، نلاقي نفسينا في جنة. لكن لو لقينا إن بابا مش متضع وتقابله ماما اللي مش متضعة، يقول لك البيت كده إيه؟ ده كده في ديكين عمالين ينقروا في بعض، ده مش عايز يتضع وده مش عايز يتضع. يبقى تلاقيهم ايه؟ يخرب البيت، ينقسم. تفتكروا بابا مش متضع وماما مش متضعة يجيبوا اولاد عاملين ازاي؟ صعب. يبقى اذا احنا بنشوف ده في حياتنا في البيت. بس اللي عايز يبني بيت متأسس على الصخر، أول حاجة في حياتك عشان تاخدها في الاستحقاق النسبي إنك تكون إنسان إيه؟ متضع. نمرة 2،
لازم تكون إنسان متسامح، يعني غافر، يعني في اللي قدامك ما اتضعش، اللي قدامك غلط، تعمل ايه؟ طب ما هو انا باجي قدام المسيح ولما الشماس بينادي ويقول صلوا من اجل التناول باستحقاق، ما انا بروح اتناول رغم ان انا في حقيقة الامر انا غير مستحق، لا نسبي ولا كلي، لكن قدام ربنا بقول له يا رب انا عارف انك ليك دين عندي كبير، يا رب انت ليك دين عندي كبير، بكل تسامح، بكل تسامح. واحنا شفنا الراجل اللي كان مديون ب10,000 راح قال له امهلني حتى اوفيك، فايه عمل له ايه؟ قال له سامحتك بكل الدين. خرج لقى اخوه مديون بمبلغ بسيط، مبلغ بسيط جدا، قال له امهلني حتى اوفيك. قال له ايه؟ قال له لا يمكن، مش همهلك، مش هسامحك. فكان مصيره ان كل الدين اللي كان عليه يترد تاني ويتقال خذوه اطرحوه في السجن حتى يوفي كل الدين. وعلشان كده علمنا يسوع في الصلاة الربانية في أبانا الذي قال لنا شرط الغفران أو غفرانك أو التسامح أو إن أنا سامحك مشروط إنك تسامح أخوك. اغفر لنا كما نغفر، على قد غفرانك يتغفر لك. ما اقدرش ان انا اتقدم اتناول وانا في خصام. قال كده حد رايح يقدم القربان بتاعه، قال له وانت رايح تقدم قربانك وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اعمل ايه؟ قال له اترك قربانك واذهب اولا، اذهب اولا تصالح مع أخيك، حينئذ تعال وقدم قربانك. يبقى نمرة 1 في الاستحقاق النسبي عشان أقدر أتقدم من التناول إيه بقى؟ اتضاع أو تواضع. نمرة 2 تسامح، يبقى تواضع وتسامح. آخر حاجة يقول لازم يكون في توبة. زمان الله لما سأل أبونا آدم قال له آدم أين أنت؟ آدم كان عامل إيه؟ كان مستخبي. الطبيعي كان يظهر ويقول له يا رب إيه؟ أنا آسف، أنا غلطت، أنا آسف، أنت أبويا وأنا جاي بقول لك أنا غلطان. لكن قال له إيه؟ أنا مستخبي لأني سمعت صوتك فخشيت. قال له من إمتى وأنت بتخاف مني؟ ده إحنا حبايب قوي، ده إحنا أصحاب قوي يا آدم، كل يوم بنتكلم مع بعض كتير قوي. قال له لأننا كسرت وصيتك. أنت عملت إيه يا آدم؟ قال له لا 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 أنا ما عملتش. أنت عارف مين اللي عمل؟ المرأة التي أعطيتني. أنا ما عملتش، ده المرأة. طب أنت يا حواء عملت إيه؟ أبدا أنا ما عملتش، ده الحية هي اللي قالت. مفيش اعتراف، مفيش اعتراف إن أنا غلطان، مفيش توبة. في العهد القديم كان يجي الإنسان اللي عمل خطية ويجيب الذبيحة بتاعته ويقدمها للكاهن ويحط ايده على الذبيحة ويقول بصوت عالي مسموع للكاهن عن ايه؟ عن الخطية اللي عملها. ده اعتراف. علشان اقدر انجى من الموت
واتحد بالحياة، يقول لي في حاجة مهمة: إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. عدم التوبة يؤدي إلى إيه؟ إلى هلاك. أو بيقول لي بمعنى أصح ناخدها درجة درجة: مفيش اعتراف وتوبة، مفيش استحقاق نسبي انك تتقدم وتتحد بمصدر الحياة، وبالتالي هتبقى عامل زي الغصن اللي اتقطع من شجرة ومرمي على الارض. هو شكله لسه اخضر لكنه مش متصل بمصدر الحياة. معنى ذلك هو شكله اخضر النهارده وبكره وبعده، وبعدين يبتدي يصفر ويدبل وينشف. معنى ذلك ان هو اساسا كان خلاص فين؟ هو هلك من ساعه ما انفصل عن الشجره. فالتوبه يقول كده الكتاب: صارت خطاياكم فاصله بينكم وبين الله، او بيني وبينكم. الله بيقول كده، رب الجنود. طالما في انفصال يبقى انا انفصلت عن مصدر الحياة، يبقى انا دخلت الى هلاك. يبقى 3 حاجات توديني للاستحقاق النسبي اللي انا بيه اقدر اتقدم واتناول. نمرة 1 هنقولهم 3 ت، نقولهم 3 ت: تواضع، تسامح، توبة. تاني: تواضع، تسامح، توبة. 3 ت يدوني استحقاق نسبي ان انا اقدر اتحد بمصدر الحياة. بكده يكون لي نصيب واكل من شجرة الحياة. في تكوين 2 الإنسان أكل أو بعد عن شجرة الحياة وأكل من أكلة تانية اسمها معرفة الخير والشر، انحرم من شجرة الإيه؟ من شجرة الإيه؟ الحياة. إلى سفر الرؤيا اللي هو في آخر الكتاب المقدس، آخر أسفار الكتاب المقدس، إصحاح 2 يقول: من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. يبقى كأن الإنسان من سفر التكوين من الإصحاح الأول إلى سفر الرؤيا، من السفر الأول إلى السفر الأخير في الكتاب المقدس، الإنسان بيسعى لإيه؟ يسعى إلى إنه يرجع تاني إلى شجرة الحياة. هو الإنسان كده عمره بقى كله. رحلة الكتاب المقدس هي رحلة عمري كلها. أكني ماشي في البحر، بحر الحياة، بحر الدنيا دي، وراكب المركب وعمال أقدف بالمقدافين بتوعي، عهد قديم وعهد جديد، كل ده علشان أوصل لإيه؟ لشجرة الحياة، علشان أرجع آكل منها تاني. ربنا يدينا نكون مستحقين، الله يجعلنا مستحقين ان احنا يكون لينا نصيب ونرجع تاني ناكل من شجرة الحياة اللي هو ادالنا المسيح، ادهلنا هو المسيح. يا ريت كل واحد يجتهد انه يتحد بالمسيح على قد ما تقدر. لازم تتحد بيه لان هو يديك قوة، يديك النصيب الصالح. كانت شاطرة مريم لسه من كام يوم، كانت شاطرة، كانت قاعدة تحت قدمين السيد، ولذلك استحقت أن يقال لها أن مريم اختارت النصيب الصالح. ربنا يدينا النصيب الصالح ونتحد به. لكل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.